السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده عاملين ايه؟ النهارده بصراحة كنتش ازعل لكم حاجة لان كنت خابزة النهارده خالص، فاصلة بالزين فقدرش اوقف. ده بس اوريكم ايه حاجات خفيفة كده عشان خاطرية ما نضيعوش يوم من حلقاتنا. النهارده أنا الحلقات دي مخصصة للعرايس، للستات البيوت اللي هي مش بتخرج ولا تشوف ايه اللي بيتجاب برا العروسة. فانا هوريكم ايه اللي جاب. انا بصراحة الحاجات دي جايباها لبنتي، وكل ما اجيب حاجه زي دي ازيحها اوريها لكم عشان ستات البيوت اللي مش بتطلع تجيب زيها البنات هي. انا جايبه الطقم ده اللي هو الجرانيت، اللي هو الطقم ده اهو. صراحه طقم جميل اهو، وتقيل اهو، وجميل. شوف القاعده ازاي اهي، عليها توزيع حراري اهي، وتقيل. انا اوريكم طبعا الحاجات دي هي تتجاب عشان تقدر اي ست بيت يعني تجيبها لبنتها. وهي التانية برضو نفس التوزيع، هو اللون ديتاي، هو اللون المنفسجي اهو. وبصوا يا جماعة دي برضو ليها صينية حلوة اهي مخصصة، ممكن نعملوا فيها بطاطس، ممكن نعملوا فيها مكرونة بشاميل، ممكن نعمل فيها مسقعة، ممكن نعمل فيها برضو جميع ما يكون. ممكن نعمل يعني مشويات وحاجات فيها برضو. وهذلك برضو كلهم زي بعضهم اهو، توزيع الحراري فيها. هي دي ممكن نستخدمها في جميع ما يكون، البشاميل، المسقعة، اي حاجة، صينية بطاطس. وهي دي اللي هي مش عارفة بصراحة، هي ساعات يقولوا عليها جريلا، احنا هنا بنقول عليها جلاي، مقلاية هي، بس جلاية يعني عامة احنا بنقول عليها، او شواي. هي طبعا دي اللي يحطوا طبعا اللحوم زي كده ويشوها فيه. ممكن السمك برضو، اي حاجة، كبدة، اي حاجة هي تستخدم يعني. هي الشواية يقول لك نظامها برضو اهي. القاعدة دي زي نيتها برضو. ودي برضو طقم حلة صغيرة برضو تنفع في الحاجات برضو ايه اهي برضو يا جماعة، زي اخواتها برضو اهي. تقيل على فكرة، اللون ده جميل صراحة. انا هوريكم برضو الالوان اللي هي تتجاب برضو ايه يعني. انا حابة اللون ديت اللي جايباها، في الوان تانية برضو هوريها لكم. وليها مسكات يا جماعة برضو تتمسك كده اهو الحلة عشان تكون سخنة ولا حاجة اهي برضو يعني معها لو الحلة سخنة ولا حاجة ممكن نمسكها بيها. على فكرة وانا حابة الطاقم ده، خلي بالكم بصوا في منها التقليد، في زيه بالظبط اللي هو السيراميك ده بس طقم الجرانيت. بصوا يا جماعة، واللي تلاحظوا اليد منها فيه اهي، منها فيه اهي، منها فيها اليد اللي هي، لان مش من اليد اللي هي بتركب لها صامولة والكلام دي وتقبل دي باليستيك، ممكن تسيح معانا في النار. انا اخترت الحل الطقم دي، هو جميل بصراحة. انا اوريكم برضو الالوان مني. انا بصراحة جايبة ايه، انا جايبة اللون دي اهو. بصراحة انا حبيت اللون دي. في منه بصراحة اللي هو اللون اللي هو ديتي اللي هو الكحلي، بصراحة مش حباه بصراحة. الاسود ازرق حاجة زي دي. اللون ده برضو جميل كافيه، يعني كل واحد على حسب ذوقه. اهو في اللون دي هو اللون كافيه. وفي برضو اللون ديتي اللي هو البمبي، او فوشي، هو بمبي فوشي حاجة زي كده. اهو برضو اللون ده برضو كويس، برضو اللي عايز يجيبه يجيبه، يعني كل واحدة وذوقها في الجيب. وهنا مبينين لك الالوان الاربعه فيها اهي، كل لون وهنيته. على فكره انا حبيت اوريكم بس عشان اي ست بيت طبعا قاعده هي بصراحه انا عارفه عليها الحاجات دي. بصراحه انا جهزت بناتي من قبل، بصراحه كنتش اطلع البيت ده، كنتش عارفه ايه الدنيا فيها وهي اللي يتجاب واللي ما يتجابش. لما بقيت اطلع بقيت نعرف ايه اللي اشوف قدامي، ايه اللي فيه وما فيش، يعني هي اللي هتجاب العرايس والكلام ده. ما كنتش عارفه ولا حاجه نجيبها. طبعا تحوش البشاكير برضه، لما طلعت بديت وبقيت نجيب، شفت الخامات اللي بتجيبيها حلوه بقيت اجيب منها البناتي. فقلت لي هذا انا قبل ما كنتش نعرف نطلع، وكنتش نعرف نجيب ولا حاجه ليه. بس الصراحه دي الحاجات دي صح حاجه جميله، عايز يجيب يا جماعه يتابع قناتنا، يتابع القناة. انا هخصصها برضو للعرايس، ايه لا اجيب كل ما اجيب حاجة برضو للبتي اوريها لكم انا، هي اللي بتجيبوها اللي ما بتتجابش. واحاول برضو استاذن لما اروح جرجي، انا الحاجات دي جايباها من معرض الجزيري، وجايبة حاجات تانية من معرض التوحيد والنور. احاول برضو استاذن من صاحب المحل بتاع معرض الجزيرة اللي هو في جرجي، امام المغرب في جرجي. احاول استاذن مني واصور لكم برضو حاجات تتجاب برضو للعرايس، اوريها لكم زي الصيني،
السيراميك، طقم الحلال، جميع ما يكون الخلاطات والحاجات دي والكبات. استاذن منه لو سمح لي، انا كل ما اروح اصور واوريكم اللي هي الموديل اللي هو نازل. ماشي. وتنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وتفعيل جرس عشان يصلكم كل ما هو جديد، وشكرا.